اهلا بكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم. غادي نشارك معكم هاد المسمنات اللي يستحقوا التجربه، صدقوني كيجيو مورقين. هانتوما فيهم الشحمه، فيهم البصله، فيهم شويه ديال الفلفله، ولكن ما كتلقايهاش، كتلقاي غير اللوغو ديالهم. ما كيجيوناش مدسمين، يعني ما كيجيش داك ليدام بزاف، كيجيونا ناشفين من الداخل، تقولي كاع ما معمرينش بالشحمه، ولكن المذاق ديال الشحمه والبصله راه فيهم. نتمنى البنات تابعوا طريقتي ان شاء الله تعجبكم. وبالنسبه للبنات اللي عاد انضموا جداد او اول مره كتكتشفوا القناه، فعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد. نتمنى يعجبكم محتوى قناه فاتيلونا. شكرا لكم الاخوات اللي معايا من دائما، الله يجازيكم بالخير. هنا عندي جوج ديال الكيسان ديال الفينو اللي كيزجو 150 150، وثلاثه ديال الفورس او الدقيق الابيض، شويه الملح وشويه ديال السكر، ونص معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وكنجمع العجين. صافي البنات حتى تنحصلوا على هذا القوام هذا اللي غتشوفوا دابا. كيكون ما قاصحه ما مرخوفه بزاف، ضروري ما كنغطيو عليها بالبلاستيك الغذائي حتى تنخليوها يعني كتعاود طو علينا ودير الخيط بحال الا دلكناها وصافي. بغيتو ديروا في العجانه لكم الاختيار، انا كنفضل دائما يدي باش كنعرف القوام ديال العجين كيفاش خصو يكون. كنخليوها كما قلت لكم ترتاح واحد ساعه ساعتين، يعني اللي بغيتو نتوما، المهم ضروري ترتاح باش طوع معاكم. نقطعهم هكا كما كتشوفوا، راكم عارفين طريقه العمل ديال المسمن كلكم. كل وحده وطريقتها البنات، وكل وحده واللمسه ديالها في الطبخ. المهم خليتهم باش يرتاحوا، غطيت عليهم وقطعت شويه ديال الشحمه كما كتشوفوا، شويه ديال الفلفله، كانت عندي غير هاد النوع صفرة. ومن بعد غادي نقطع عليها البصله تكون حتى هي مشلضه. عاد غادي ندوز البنات باش نطحنهم، ضروري كنطحنهم. كيبقاو ليا شي شويه، مهم طحنوهم نتوما قد ما، واخا تخليهم هكاك بحال الكريمه راه ماشي مشكل، احسن حاجه. المهم انا طحنتهم في هذه الطحانه اليدويه، كيبقاو شي شويه ما طحنوش ليا مزيان، ولكن رغم ذلك ملي درتهم في المسمنات ما كيبانوش، صافي كيذوبوا. ضروري كنسموهم شويه ديال البابريكا، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملح، شويه الابزار ما كنكتروش. تقدروا تضيفوا البنات الحار الا بغيتوا، هانتوما انا ضفت غير على راس المعلقه على حساب وليداتي، وما جاوناش يعني ديك الهريسه راه كتكون شويه محمضه ما جاتناش حاره. طحنتهم حتى ولاو على هذا القوام هذا كما تشوفوا، خليتهم على جنب. وعندي هنا الزبده وعندي الزيت. راكم عارفين يعني راكم عارفين الطريقه ديال المسمن. كما قلت لكم ضروري غديروا طريقتي، راها ناجحه 100%. كطيبهم في الفران كيجيو صراحه مورقين بهذه الطريقه اللي درت، وكيجيونا ناشفين وما ميدمينش، لان يعني واخا في الشحمه نسرحوهم بالزيت وشويه الزبده، ولكن ملي كتضيفوهم في الفران البنات كيجيو مقرمشين وناشفين، والمذاق ما تقنعوش منه. بغيتو تحضروهم في العشيه تعشاو بهم، كاين اللي كيتغدى بهم مع كوز داتاي راهم شباعيين. صافي هنا كنهز بالمعلقه شويه بشويه ديال الشحمه، وراكم شفتوني طحنتهم مجموعين مع البصله ومع الفلفله كان عندي كميه غير قليله، نتوما لكم الاختيار. بغيتو تنوعوا حتى في الفلفله، يعني الصفراء الخضراء الحمراء، ليكم الاختيار البنات. اصلا ملي كتضيفوها في الفران راه كتذوب. ودهنت شويه الزبده وشويه الزيت وكنجمع هكا. المهم المسمنات ما كبارينش بزاف البنات باش كيجيوني مستطيل، يعني الحجم مستطيل على شكل مستطيل، وكنضيفهم في الفران جوج ثلاثه باش يقدوني في اللاطه. المهم نتوما عينكم ميزانكم، بغيتو ديروهم غير جوج ديال المسمنات كبار تقدروا ديروهم، تقدروا ديروا حتى 4 في وحده، ما عندناش مشكل. غير هو لا درتو مثلا 4 في وحده كتجيكم سمنه كبيره كبيره بزاف. صافي كنعاود الثانيه. المهم درت وحده الاولى خليتها على جنب، والثانيه كذلك بشويه الزيت شويه الزبده، وكنضيف هذيك الاولى الوسط. ودائما كنضيف في كل مسمنه كنضيف عليها سميتو شويه ديال الشحمه والفلفله والبصله. كنحاول نهزها بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، باش كيجيونا دوك الوريقات كلهم منسمين بالشحمه، يعني ما كنديروش غير جهه وحده صافي اللي فيها المسمن. ملي كطيبيهم كيجيو ليدام غير في وحده صافي. يعني ما عرفتش واش شرحت لكم مزيان. احسن حاجه هي هاد الطريقه، وما كنكتروش. يعني كل ورقه كنديروا فيها كل مسمنه كنديروا فيها شويه ديال الشحمه
وكنديرو غير كميه قليله، وعاد كنحطو وحده في وحده. المهم راه درت جوج في وحده، يعني 3 د المسمنات. هاد الاخرى البنات المهم درت جوج اللي درت فيهم الشحمه، والاخرى لا ما كنديرش فيها، كنورقها مزيان. هانتوما راه باين سطح العمل وصافي البنات، وكنسد عليها. ضروري البنات ملي كتكونوا نضيفوا في ديك الثانيه، ملي كنديروا وحده في وحده، ديك الثانيه اللي رهيفه دائما كنقلبوها، كنديروها الفوق باش كنتنيو عليها، وحده وفي التحت كنعاود نتني من التحت صافي، باش يجينا التوازن في المسمنه وما تقطعش ليكم. صافي البنات، مهم هذا الميساج راه للبنات اللي عاد باديات، واكيد البنات اللي كيتفننوا في هذا المسمن راه ما ليهمش الميساج، واللي كان مشكورات بزاف لانهم كيشاهدوا الفيديو. صافي البنات غادي نكمل انا المسمنه الثانيه، ومن بعد عاد غادي نكمل باقي المسمنات بلا ما نصور، لان غادي نطول عليكم. كما شفتوا معايا راه غير شويه دائما مع الزيت والزبده وشويه ديال الفينو، باش ملي كنحطهم في الفران كيجيونا كما قلت لكم ناشفين، واخا عندنا الشحمه ما كيجيوناش ميدمين بزاف. غير جربوا هاد الطريقه البنات وشوفوا، كيجي واحد المسمنات ما تقنعوش منهم، وكيجي التراق ما بين ورقه وورقه، كيجيونا منسمين بالشحمه. كندير كما شفتوا معايا الاولى، وعاد كندير الثانيه، وعاد الثالثه ما كنديرش فيها الشحمه، باش ملي كنقرصوها كتبقى لينا، يعني كتبقى نقيه ما كتقطعش ما، وكيكون حتى الوجه ديال المسمنه مزيان. صافي البنات، المهم حيت ملي كان يطيبوا راه كيطلقوا هذوك الوسطانيات اليدام حتى في الفوقانيه. بالنسبه للفران كنسخنو مزيان، كنديرو على 200 درجه وكنخليهم يطيبوا. بالنسبه ل 200 درجه البنات الا درتيهم في اعتماد ديروهم على 200 درجه. كان شي فران اخر ديروهم غير على 180 حتى كيتورقوا ويطيبوا على خاطرهم، لان كل وحده والفران ديالها، باش ما تقولوش ليا لا 200 درجه بزاف ولا، راه كل وحده وهذا الجهد ديال السخونه اللي كاينه بالفران عندها. كنستمر هكا الاخوات مع الزبده الزيت شويه ديال الفينو، والطريقه راكم شفتوا في الاول تاع الفيديو. ملي كنبغي نحطهم في شي لاطه راه كندير في الاول حطيت غير وحده في لاطه وحده وما قدونيش الاخرين، ولكن في اللاطه الاخرى راني غتشوفوا معايا كيفاش غادي ندير، باش غادي نضيفهم تقريبا كاع المسمنات اللي بقاو ليا. صافي هانتوما الطريقه راه واضحه، وغنحطهم نغطي عليهم ضروري حتى تيرتاحوا، باش ملي نهزهم غادي غير نقرص هكا ونضيف في الفران. هانتوما البنات انا درتهم في الكوتي، شربنا بهم كويس داتاي، وهذاك هو عشانا كانوا شباعيات الصراحه، وجاونا لذاد حتى بديك الهريسه ما حرينش. كما شفتوا انا في الاول ما فكرتش، يعني ملي قرصت باش نحولها واحد شويه للجنب باش ندير جوج اخرين معاها، ما فكرتش، طيبت غير وحده هنايا. وفي اللاطه الاخرى راني غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش درت لها، حطيتها هادي في الفران طيب، وعاد قرصت الاخرين. بغيتو تقرصوهم وتخليهم تغطيو عليهم حتى تطيبوا، هادي مثلا درتو جوج ولا 3 حتى يطيبوا الاخرين، وكتحيدوهم وكديروا باقي المسمنات. مهم ما كتبقاوش واقفين على المقله وكتقلبوا هذا وكثرت الزيت، وهذا ضروري البنات. كما شفتوا معايا ملي قرصتها راني دهنتها بشويه ديال الصفر تاع البيض اللي فيه شويه ديال البابريكا، باش ملي كيطيبوا كيعطيونا اللون وكيجيونا حتى الشكل ديالهم رائع. واكيد كنت غندير لك فيهم البيض، ما بغيتوش ديروا ما ديروش البنات، ضروري حنا اللي كنصوروا راه كنضيفوا البيض. هانتوما ملي كنضيفوها في الفران كتنفخ على بعضياتها، وما كتكونش البنات مدسمه وكتجي لذيذه الصراحه. هاد الثانيات هانتوما شفتوا اللي درت المسمنات الاخرين، درت وحده حدا وحده باش كسبت شويه الوقت. حتى نتوما ديروا نفس الطريقه، حطوهم على جنب. الا كانت عندكم لاطه كبيره تقدروا ديروا حتى 3 في مره، حتى هما نفس الشكل كيتنفخوا وكيطيبوا كيتحمروا كيجيونا مذهبين. اللون صراحه رائع كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو، كيف ما مباشره جاونا مذهبين وطيبين وناشفين. الشكل ديالهم هو هذا كما كتشوفوا هانتوما، وراه باقيين سخان ما كنقدش تنقيسهم. نتمنى تشهاو البنات وما شهيتكم. عافاكم نوضوا صايبوهم حتى نتوما، راه كيتحضروا في وقت وجيز، يعني دغيا دغيا كيجيو لذاد، كيجيو رائعين الصراحه في الماكله وفي المذاق ديالهم، وفي
شاربين داك ليدام ديالهم، الشحمه ما كتبقاش زعما تزلع معاكم ولا صافي راها كتذوب. نتمنى البنات خليو واحد لايك، الا بغيتو خليو لي تعليق باش نعرف راكم شفتوا الفيديو وراه عجبكم محتوى القناه ديالي. ان شاء الله راها قناتكم حتى نتوما. شكرا لكم البنات على حسن المتابعه والى اللقاء.